مرحباً يا أصدقاء. النهاردة هناخدكم في رحلة هادية وجميلة في عالم من ألطف الكائنات، القط. عارفين القطط؟ الكائنات الرقيقة دي اللي بنشوفها في الشارع أو بنربيها في البيت أو بنتفرج عليها في فيديوهات على الإنترنت. تعالوا نعرف هما بيحبوا يعيشوا فين وبيحبوا ياكلوا إيه وبيعملوا إيه طول اليوم. القطط بطبيعتها بتحب الأماكن الهادية والدافئة. ممكن تلاقي القطة نايمة على كنبة في الشمس أو مستخبية تحت ترابيزة أو قاعدة جنبك بهدوء. هي بتحب تحس بالأمان وتحس إن المكان اللي حواليها مريح. في قطط بتحب تعيش في البيوت ودي بنسميها قطط منزلية وبتكون نظيفة وهادية، بتحب تلعب وبتحب الناس. وفي قطط تانية بتحب تعيش في الشارع أو الأماكن المفتوحة ودي بنسميها قطط الشوارع أو القطط البرية، وهي شجاعة وبتدور بنفسها على الأكل والمكان اللي ترتاح فيه. طيب، بتاكل إيه القطط؟ القطط بتحب الأكل الطازة، خصوصاً اللحوم. أكلها المفضل هو الفراخ والسمك وأحياناً اللحمة. لكن القطة مش لازم تاكل أكلنا العادي، لأن في حاجات ممكن تضرها. في أكل مخصوص للقطط بيتباع في المحلات، بيكون متوازن وصحي وبيخليها نشيطة وبصحة كويسة. عارفين إن القطة بتشرب مية كتير؟ أيوة، لازم يكون قدامها دايماً طبق مية نظيف، ولو المية مش نظيفة أو مش متوفرة القطة ممكن تمرض أو تتعب. القطط بتحب النظافة جداً. طول اليوم ممكن تلاقوها بتلعك نفسها وبتنظف جسمها ولسانها زي الفرشة، ودي طريقة بتنظف بيها نفسها. وحتى لما تدخل الحمام بتحب تدفن فضلاتها في الرمل أو في صندوق مخصوص بنسميه ليتر بوكس. القطط كمان بتحب تلعب. لو عندك قطة جرب ترمي ليها كورة صغيرة أو خيط أو لعبة فيها صوت، هتجري وراها وتلعب، وأحياناً تقفز أو تستخبى وكأنها بتتدرب على الصيد. ده لأن القطط بطبيعتها صيادة شاطرة، حتى لو كانت عايشة في بيت بيبقى جواها غريزة اللعب والصيد. طيب، القطط بتنام قد إيه؟ القطط ممكن تنام حوالي 16 ساعة في اليوم. بتنام كتير، وده علشان جسمها محتاج راحة علشان يفضل قوي ونشيط. وفي حاجة كمان مهمة، القطط بتحب الحب والحنية لكن على طريقتها. يعني ممكن تيجي تمسح نفسها فيك أو تقعد جنبك أو تموق بهدوء، وده معناها إنها بتحبك. بس ساعات بتحب تبقى لوحدها ومش بتحب حد يزعجها، وده طبيعي. لازم نخلي مكان القطة نظيف. لو في بيتنا لازم يكون عندها مكان خاص تنام فيه وصندوق رمل نظيف ويتغير بانتظام. ولو القطة بتخرج بره لازم نخليها تدخل وهي نظيفة ونتأكد إن جسمها مفهوش أي حشرات أو تراب كتير. القطط كائنات ذكية، بتفهم صاحبها وبتعرف صوته، وساعات كمان بتعرف مواعيده. يعني لو بتأكلها كل يوم الساعة 7 هتلاقيها جتلك قبلها وبتبصلك ومستنياك. وفي نهاية الرحلة دي لازم نعرف إن القطة مش بس حيوان أليف، دي روح بريئة محتاجة حب وأمان ونظافة وأكل كويس. لو رعيناها هتبقى جزء من العيلة.